السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة أخبار أونلاين. الجوازات السعودية، أسعار تأشيرة الدخول للعائلة والعمالة الوافدة. إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة، ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك نستمر في نشر كل جديد إليكم. أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أسعار التأشيرات وأنواعها للوافدين والراغبين بدخول المملكة، حيث أوضحت أن بعض التأشيرات تمنح مجانا، منها تأشيرة إقامة الطلبة الذين يدرسون في المملكة. أما عن تأشيرة الزيارة فهي 300 ريال، وتأشيرة تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات 300 ريال، وتجديد وإصدار جواز سفر سعودي لمدة 10 سنوات 600 ريال، وإصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وتتضاعف إذا كان الوافد خارج المملكة. وتأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية 300 ريال، وتأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال لمدة 3 أشهر، وتأشيرة الدخول المتعددة 3000 ريال لمدة 6 أشهر. أما بالنسبة للعمالة المنزلية فإن إصدار رخصة الإقامة للعمالة المنزلية 600 ريال. أما عن تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية 600 ريال، وإصدار وتجديد إقامة المرافقين للمقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 سنة 500 ريال، وإصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر كحد أقصى، و2000 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وتتضاعف إذا كان المقيم خارج المملكة.